السلام عليكم خاوتي. ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. ان شاء الله هذا العام الجديد يدخل علينا بالصحة والهناء. اذا ما نطولش عليكم، اليوم جبت لكم اوبشن فايل الدوري الجزائري للبرو 2021. عندنا ملفات هنايا تاع بيسي، ملف تاع بيسي وملف تاع بلاي ستيشن 4. كيف الحجم، كيف يجي نفس الحجم. كيفاه درت الملفات تاع اوبشن فاي تاع بي اس 4 وانا نلعب بي سي. آه طريقة سهلة. حولت الملفات تاد تاع البي سي، حولتها، درت لها كونفرتيتها الى بي اس 4 بهذه الطريقة. طريقة ما نجمش نقولها لكم دروك. مهم طريقة هذه قاع الناس راهي تستخدمها، تحول ملفات تاد بي سي الى ملفات تاد باش تشتغل على البلاي ستيشن 4. اذا ما نطولش عليكم. طريقة التحميل سهلة. راه عندكم غادي نحط لكم زوج تاع الروابط، رابط الخاص بالناس اللي تشتغل على البي سي، والرابط للناس تشتغل على البلاي ستيشن 4. اذا نجربوا اي واحد منهم. ننسخ هذا الرابط. طريقة سهلة، بغيت ندير لكم نحطها لكم على نرفعها في ميديا فاير، بصح مانيش عارف علاه ما بغاليش. اذا معليش، ها هو هنا دير هنايا فري داونلود عفوا. هنا انتظر 30 ثانية. علم على هذه الخانة وانتظر حتى يظهر معك رابط التحميل. ملف ما فيش بزاف، 70 او 68 ميجا بايت، ليس بالكثير. اذا نضغط على هذه الخانة الزرقاء، عفوا. اذا الملف ها هنا ظهرت معنا خانة التحميل. نقوم بالضغط عليها. اذا ها هو هنا الملف يقوم بالتحميل عادي، ليس هناك اي خطأ او اي مشكلة، عادي. اذا نتوقف هنا ونذهب الى طريقة الاضافة. اول شيء سنجرب على الجهاز الكمبيوتر. نستخرج هذا الملف، نستخرجه هنا في المكتب، ثم نقوم بنسخه. نذهب الى دوكيمون، نبحث على كونامي هنا، ثم هنا، ثم سيف. لا ليس سيف، نتركه هنا، نتركه هنا، لصق. اذا هذا هو ملف. اترك الملفات كما هي، لا تعدل على اي شيء. اترك كل شيء، لا تعدل على كل شيء، لا تعدل على اي شيء، عفوا. اترك الملفات كما هي. اذا هناك 20 فريق، 20 فريق. زدنا في هذا في هذا التعديل، زدنا سبونسورات الفرق. باش كي تلعب الماستر ليج يظهر معك السبونسور الخاص بالفريق او الذي تلعب به، و اذا واللوغو خاصة بجميع الفرق الجزائرية، الكأس، كأس السوبر. اذا المهم ندخل الى اللعبة.
إذا التعديل عفوا الدوري عفوا سيظهر لكم هنا. الدوري سيظهر لكم هنا في هذا. إذا ماذا نقوم؟ أول شيء نذهب إلى استيراد وتصدير. استيراد الصور، لازم هذه الخطوات، لازم خاصة لأصحاب البلاي ستيشن 4. استيراد الصور، نقوم أولا باستيراد الملابس. نضغط على استيراد الصور المختارة، ثم نقوم بالضغط على جميع الملابس. طريقة سهلة قاع تعرفوها. إذا جميع الملابس والأطقم الخاصة، هذه الأطقم أنا الذي قمت بصنعها بنفسي. إن شاء الله تنال إعجابكم. إذا إذا 72 طقم. إذا ماذا سنذهب؟ نذهب إلى، نضغط على علامة أوكي، نتركه يقوم بتحميل جميع البيانات. إذا بعد الأطقم نذهب إلى رايات الفريق. الرايات، الرايات نختار جميع الرايات، لا تنسى أي راية حتى لا تقع في الخطأ. لا، هذه لا. يجب أن يظهر معنا 20 لوغو خاص بالفريق. إذا 20، ونضغط أوكي وندعه يحمل الرايات. إذا شعار المسابقات ما عندناش بزاف، عندنا لا، هذه القسم الثاني مازال ما درناه، وكأس الجزائر. إذا عندنا 2 فقط. وسبونسور ملعب ما عندنا. الشعار المدير الراعي، شعار راعي استيراد. إذا لا، هذه الكبيرة لا تقوم بتحميلها، حجمها غير مناسب. إذا هذه سيفيطال، هذه سارسون، جيو، هذه إذا انتهينا من الجميع.
أي بقي لنا خطوة المهمة جدا، وهي نذهب إلى استيراد الفارق. نضغط OK، ثم نقوم بتحديد كل الملفات. ألجيريا هذه لا داعي، هذا المنتخب الجزائري. إذا انتقال إلى الإعدادات التفصيلية، نضغط هنا ثم هنا ثم OK، وندعه يقوم بالعملية. إذا بعد الانتهاء، ماذا إذا استيراد المسابقة. هذه الخاصية في البلاي ستيشن 4، مانيش عارف هل هي موجودة أم لا. إذا استيراد المسابقة، إذا الدوري، الليج والكأس. إذا وهنيئا لكم الدوري الجزائري مع أسماء اللاعبين طبعا. إذا نذهب إلى أول فريق، مولودية الجزائر. إذا الملابس كما تلاحظون، هذا هو اللباس الأول، إن شاء الله يعجبكم. اللباس الثاني واللباس الثالث. إذا هذا لباس الموسم الماضي. ثاني فريق مولودية وهران. إذا أول لباس هذا هو، حاولت أن أدقق في جميع التفاصيل. إذا واللباس الثاني كما تلاحظون. إذا هذا هو اللباس الثاني لمولودية وهران. سنستعرض جميع الفرق. إذا شبيبة القبائل، أول لباس. إذا دققت في التفاصيل. تمام، هذا حاولت باش نخرجه كيما هو نيشان. واللباس الطقم الثاني عفوا. وهذا الثالث، هذا تاع الموسم الماضي، اديداس. زي الحارس ما كان له نشوفوه. اذا وفاق سطيف، هذا الاول كما تلاحظون. وهذا الثاني.
وهذا الثالث، وطبعا زي الحارس. اذا السريع غريزان عنده اثنان فقط، الاول والثاني. وزي الحارس طبعا. هنا الشباب بلوزداد. اذا هذا هو، لا عفوا، اذا هذا هو لباس جديد لشباب بلوزداد. وهذا الثاني، والثالث تاع الموسم الماضي، وزي الحارس. اذا جمعية تلف. اذا جميع الفرق بالأطقم. نشوفوا بعض الفرق المعروفة مثل كما هذا تاع بسكرة. هذا صعيب شوية باش خدمته. هاهو هنا ان شاء الله يعجبكم تاني تاع بسكرة هذا. وعند هذا الثاني، هذا الثاني هذا درته، نقلته على العام الموسم الماضي، ودرت هذا السبونسور هذا. وزي الحارس طبعا. نشوفوا اتحاد، نشوفوا اهل البرج. اهل البرج هذا جديد، عندهم هذا، وعندهم هنايا اذا لم صح هذا تاع الموسم الماضي. هنايا هنا كيفاش دير، ما عادش سهله. راه كاين الطقم الثاني تاع اهل البرج، وراها هنا. نسيت باش نديره، معليش. هنا عدل في قم بتعديل الاسم لون الاسم ولون الرقم الفارق. نسيت هنا باش ندير اهل البرج. ماذا بكم نتوما تاني اذا هذا هو الثاني. اذا ثلاث اطقم لاهل البرج. هذا تاع الموسم الماضي. اذا جميع اذا هذه اتحاد بالعباس اول، ثاني، والثالث هذا لعبوا به كأس الجزائر. هذا وعندنا زي الحارس. نشوفوا وإذا التلمسان صحة، اتحاد الجزائر شباب تسكيدة. نشوفوا هذا الفرق الصاعدة هذه صح. لون الفريق انا عدلو في لون الفريق، مو كحلة. راني ناسي، الله غالب الخدمة راهي عندي بزاف. اذا هذا الاول دققت في التفاصيل باش يخرج مليح. حاول باش ندقق في التفاصيل. وهذا الثاني، وهذا الزي تاع الموسم الماضي كما راكم تشوفوا.
اذا نروحو اتحاد الجزائر عند هذا. هنا تاني دققت لكم في جميع التفاصيل، وعنده هذا ان شاء الله يعجبكم. اذا بقي لنا نصر حسين داي. هذا الاول، خطرة يمشيو شورت ابيض خطرة اصفر، ما فهمت لهم والو انا. هذا الثاني، وهذا تاع الموسم الماضي. هذا لباس الموسم الماضي. اذا شاب ماذا بقي؟ اولمبي اندية. اذا هذا الاول جديد، لباس جديد. وهذا الثاني، وهذا تاع الموسم الماضي تاع لعبوا به كأس الجزائر. اذا بقي شباب قسنطينة. اذا هذا الاول، طبعا الثاني هذا ما عندك هنا نغارة، تشوف انا شانسي تشوف، لا علينا، اللي عندها برنامج فوتوشوب ينجم يمسح هذه معليش. هذا من عندي، من ختمته من عندي من راسي، ما مش عارف انا. اللباس الثاني تاع شباب قسنطينة مش عارف كي داير. وهذا زي الحارس. اذا هذه هي جميع هنا عندكم قاع اللاعبين راهم كاينين كيما قلت. كاين بعض اللعابة اللي مانيش دايرهم، بصح الاغلبية راني داير فوق 20، فوق تقريبا تنجم تقول فوق 18 لاعب في كل فريق. اذا ما عندك ما تغير، انت غادي بالك تعدل غير على اماكن اللاعبين، انا ما عادش نعدل عليهم. اذا هذا هو، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الدوري هذا اللي خدمته. وقارعونا في الدوري القسم الثاني او الدوري المغربي او التونسي، راني قاعد نخدم عليهم. اذا كتبونا في التعليقات الى عجبكم هذا الفيديو ولا لا.